السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخ منا. القناة بتقدم حال وافكار تستفيدي منها في حياتك اليومية ومطبخك. يلا بينا نحط معجون الاسنان على مونوكير، فكرة بجد هتغير حياتك. ولو عجبك الفيديو والافكار ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل منك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. ولو اول مرة تشوفي قناتي حطي الاشتراك وصلي على النبي في الكومنتات وقوليلي بتتابعيني من اي بلد. يلا بينا باول فكرة معايا. هتجيبي كده شوية من الشاي، بس يا ريت يكون من غير سكر. تمام، شاي عادي عاملاه بس من غير سكر. هتحطي عليه معلقة صغيرة من الزيت الزيتون، وبعد كده هتقلبيه كويس جدا مع بعض. عايزة تصفيه صفيه، مش عايزة براحتك برضو، بتنفع الوصفة بتكون حلوة برضو مع الحبيبات بتاعة الشاي. برضو بتفيد جدا في هالات السوداء اللي تحت العين والانتفاخات اللي بتبقى موجودة حوالين العين. هتعمليه بالطريقة دي، وبعد كده هتجيبي منديل وتغطسيه في الشاي ده بالزيت، وبعد كده هتبدأي ان انت تحطيه على عينك شوية لغاية ما المية دي تنشف. انا عصرتها بسيط كده علشان خاطر ما تقعدش تنقط مني، وبعد كده هتحطيه على عينك وهتسيبيه شوية لغاية ما ينشف. زي ما قلتلك لو عايزة تصفيه صفيه برضو مش مشكلة. بجد النتيجة انت هتشوفيها على طول. مسافة ما هتحطيها على عينك كل الانتفاخات هتلاقيها راحت. حتى قرن بين عينك اللي انت لسه ما عملتهاش وعينك اللي عملتيها هتلاقي فيه اختلاف بجد رهيب بين الاتنين. كل الانتفاخات والهالات السوداء اللي بتبقى حوالين عينك وتحت عينك مش هتلاقيها موجودة خالص. بفكرة سهلة وبسيطة بجد حلوة جدا، بشوية شاي هتحطيه حوالين عينك. الشاي مفيد جدا للهالات السوداء، جربيه. ولو وصلت معايا لغاية هنا في الفيديو حط اللايك بقى علشان يوصلك فيديوهاتي. يلا بينا ندخل على الفكرة اللي بعد كده. عندك المكوة شكلها عامل كده وفيها حروق من انت بتيكو والكلام ده. هقولك على فكرة حلوة جدا، هتتخلصي من كل الحروق اللي موجودة على المكوة، سواء المكوة دي او بالبخار بمعجون الاسنان. هتجيبي حتة كده من معجون الاسنان، وطبعا هتسخني المكوة كويس جدا، وبعد كده هتشيلي الفيشة. تمام، وبعد كده هجيب المعجون وهوزعه كده على الحروق اللي موجودة على المكوة، وبالمنديل واحدة واحدة علشان هي المفروض سخنة. شايفاها بتطلع الدخانة ازاي؟ علشان انا سخنتها كويس جدا وبعد كده حطيت عليها المعجون. هو هينشف معاكي في الاول، بس طبعا انت هكوني موزعاه. هبتدي اجيب شويه من الميه وبالمنديل كده هتبداي توزعيها كده بحركات دائريه. شايفاها اهي بدات تفك معايا من اول ما حطيت المنديل عليه وهو فيه ميه. هتبداي تمسحي كده كويس جدا. هتاخدي مجهود شويه ان انت هتدنك تمسحي شويه لغايه ما هتلاقي الحروق دي طلعت. ولو الحروق اللي موجوده في المكوه صعبه معاكي شويه، هاتي الليفه. تمام، اوعي تجيبي سلكه، لانك لو عملتيها بالسلكه هتشيلي كده طبقة التيفال اللي موجودة على المكوة من بره، وهتخليها تلزق في الهدوم معاكي ومش هتبقى كويسة ولا صالحة للاستخدام. هتجيبيها بقى زي ما قلتلك بالمنديل كده، تدنك تلف فيه كده لغاية ما هتشيلي كل الحروق اللي موجودة في المكوة، او بالليفة بتاعة المواعين. طبعا ليفة كوني مخصصة لحاجة زي كده تنضفيها بالراحة جدا. تمام، وبعد ما هتخلصيها شفتي خلاص الحروق اللي كانت موجودة في المكوة. بجد معجون الأسنان ده سحر سحر بجد، نضف المكوة خالص. بعد كده بقى مسحت بالفوطة ونضفتها وخلاص، هي بقت نضيفة وزي الفل قدامك اهو. ولما حطينا معجون الأسنان على المكوة بجد نضفها وخلاها بجد رجعت كأني لسه شارياها، وشال لي أي حروق موجودة. حطي معجون الأسنان على منوكير. لو ما عندكيش أسيتون فالفكرة دي حلوة جدا. هتجيبي المونوكير وبعد ما تحطيه ساعات ممكن تكوني عايزة تشيليه للصلاة، او مثلا رجعت البيت وعايزة تشيلي المونوكير وما عندكيش أسيتون، هتعملي ايه؟ انا بس كده حطيت المونوكير على صبعي علشان اوريكي ان هو لما يكون على ضوافرك بس بنشفه كده وعماله هوا عليه علشان خاطر ينشف معاه. وبعد كده هتجيبي حته صغيره جدا من معجون الاسنان، يعني الحته دي هتعمل ضوافرك كلها. تمام، هتمشيه كده على الضافر على صبعك كده، وبعد كده انتي بس شوفي هتلاقي لون المعجون لونه اتغير بقى، لونه محمر شويه علشان خاطر المونوكير بدأ اتشال. بجد فكرة تجنن ان انت تشيلي مع المونوكير بمعجون الاسنان. هيتشال معاكي بكل سهولة، بس علشان انا ما استنيتش شوية معجون الاسنان يدنوا على ضفري شيلته على طول. انت بس بتسيبيه كده دقيقة وبعد كده بتبدأي تشيليه، مش هتلاقي اي حاجة عليه. انا حطيت حتة صغيرة كمان وسبتها شوية، وبعد كده غسلت ايدي وبصي شكلها غسلت ايدي طبعا من معجون الاسنان، وده شكله. فكرة بجد حلوة. يلا بينا على اللي بعده. جبتي مسحوق وحسيتي ان هو ما بينضفش معاكي، فالفكره دي بجد ليكي. هتجيبي كده المسحوق بتاعك وبعد كده هتفتحيه. انا فتحته كده بالمقص، فتحت الكيس وبعد كده هتجيبي صابونه اهو، ده الشكل المسحوق.
وبعد كده هجيب الصابونة دي بجد في التنظيف روعة. ده صابون بلدي، الواحدة ب5 جنيه. ممكن لو هتعمليه على كيس من الاريال الكبير هتجيبي صابونتين. تمام. هبشرها بقى من الناحية الضيقة علشان تكون سهلة في انها تسيح يعني في الغسالة بكل سهولة، وما تسيبش ترسبات على الغسيل. بعد ما هبشرها كده من الناحية الضيقة دي هبتدي ان انا اضيفها على المسحوق بتاعي. اي نوع مسحوق عندك ما حسيه ان هو ما بينضفش ضيفيها عليه. المسحوق ده بجد انا وصلت ليه بعد مساحيق كتيرة قوي ما بتنضفش، ومسحيق كمان من الغالية. ده اسمه باهي، حلو جدا، نضف معايا الغسيل وخلاه بجد يطلع مزهزه وحلو ومفيهوش اي بقع. بس انا بحب اضيف عليه كمان الصابونة دي، زي ما قلتلك اسمها صابون بلدي او صابون مواعين. تمام. بستخدمه في الغسيل، بس الاساسي هو صابون بلدي او صابون الابيض، بيستخدم في الغسيل او اي بقعه صعبه معاكي، سواء مانجا شوكولاته بيشيل اي بقعه. بضيفه عليه كده نص صابونه على الكيس الصغير. وبعد كده ببدا ان انا احط الكميه بتاعتي في الغساله، وتبتدي يعني تغسلي الدوره بتاعتك بكل سهوله، وهينضف معاكي الغسيل من غير ما تغسليه قبل ما تعملي الدوره. لو عجبتك الفكره بقى ما تنسيش اللايك. لو عايزه تنضفي النيش بتاعك، وطبعا هتدنك رايحه جايه على الحمام وهتنضفيهم والكلام ده، وخايفه يتكسروا منك، هتعمليهم بالفكره دي بكل سهوله هينضفوا معاكي. هتجيبي الطبق كبير زي ما انت شايفه، وبعد كده هتحطي فيه ميه عاديه خلاص. وبعد كده هتحطي فيه شويه من الخل، ونقطة بسيطة من البريل اللي هو بتاع الغسيل المواعين. نقطة واحدة، ما تكتريش عشان ما يعملش رغاوي. وبعد كده اهو زي ما هتشوفي دلوقتي، نقطة واحدة بس، مش تكتري. يعني يا دوبك بس ايه، يعني يكون في المية سائل تنظيف مع الخل والمية، طبعا هينضفولك الكاسات بكل سهولة. ومش هتتعبي ان انت تدنك رايحة جاية على الحنفية تشطفيهم وترجعي تاني، وبلاش المية كتير الكلام ده. انت يا دوبك بس هتحطي الكاسات كده او الطباق اللي موجودة في النيش، وبعد كده هتعصيهم بالميه كده، هتقلبيهم بس في الميه كده، وبعد كده هتطلعيهم على فوطه علشان خاطر ينشفوا. وبس كده هتسيبيهم بقى ينشفوا على الفوطه، وبعد كده هتجيبي الدور اللي بعده وتعمليه بالشكل ده برضو. هتعملي كل ده على يعني جنب النيش وانتي قاعده، سواء في الارض او على السفره لو السفره جنب النيش. وهتعمليها بكل سهوله، وهتنضفي النيش بتاعك من غير ما اي حاجه تتكسر منك ولا تقع منك. اهو زي ما انت شايفه كده اهي. يا ريت زي ما قلتلك ما تكتريش البريل عشان خاطر ما يعملكيش رغاوي على الكاسات. تمام. وبس كده انت هتسيبهم بقى يتصفوا على الفوطه، وهم هيتصفوا خالص. وبعد كده هتبتدي ان انت تشيليهم في النيش زي ما هوريكي دلوقتي ان هم خلاص نشفوا ولمعوا. هوريكي دلوقتي الكاس قدامك ان هم لمعوا خالص. يعني بصي، شايفه بعد ما نشف بقى بيلمع ازاي، ورجع نضيف زي الاول زي ما انت كنت حاطاه في الاول. وكده انت تكوني نضفتي النيش. يلا بقى، لو الفكرة عجبتك حطيلي اللايك.